السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده للإخوة المغتربين. كنت عايز أقول لكم حاجة بس من سنتين الدولار كان ب 15 جنيه. ما كنتش تحلموا إنه يوصل حتى 25 30 جنيه عشان تحققوا مكاسب يعني. أنا عايز أقول لكم بس حاجة، المرة دي الموضوع أصبح مصيري. يعني إنك ما تبعتش فلوسك في أي وسيلة رسمية للدولة، ده معناه إنك بتأذي وبتدمر وبتنهي وجود الدولة نفسها. خلاص الموضوع ما بقاش على فكرة حكومة انت مختلف معاها، ولا حكاية ناس مزعلاك مسؤولين او حاجة. احنا بقينا في خطر وجودي حرفيا على الدولة دي، وبالتالي الطمع ده مش هيفيد بحاجة. طب انا هقول لك نقطة اولانية، واللي عايز يسمع يسمع، مش عايز يسمع ما يسمعش. بس انا عملت اللي عليا، ربنا ياخدني ان شاء الله واموت هبقى قلت كل اللي عندي وعملت كل اللي عليا في الدنيا يعني. اول نقطة، انت لو بتبعت فلوسك على فكره بشكل قانوني، والدولار مثلا اللي مزعلك ب 31 جنيه ده، هيبقى الدولار ثمنه 31 جنيه. ليه؟ الدوله عندها موارد دولاريه، عندها اللي يغطي الاحتياجات المستوردين واحتياجات المواطنين من الاكل، وبالتالي الدولار هيفضل متثبت عند مثلا ال 31 او ال 40 جنيه مثلا، كويس جدا مثلا. طيب لما انت تبعت فلوسك سوق سودا، اولا انا عايز اقول لك حاجه مهمه جدا. يعني اي واحد فاكر نفسه بيكسب يبقى قابلني. هقول لك بس شويه حاجات كده، عايز تسمعها برضه زي ما قلت لك، عايز مش عايز عنك ما سمعتها عادي جدا. انت عارف بس ازازه الزيت بقى ب 70 جنيه. كيلو الرز وصل اللي هو اللي بيتاكل يعني 42 جنيه. الفاصوليا البيضاء بتاعت الفقراء اللي كانت بتتاكل عادي في اي حته يعني، او ما يعوزوا ياكلوا اي عمال بياكلوا فاصوليا بيضاء، بقت ب 76 جنيه عند ارخص حد. فانا اقول لك نقطه، انت بتكسب في الدولار قول 20 جنيه 25 جنيه صح؟ يعني قول يا عم نفترض بتكسب 100% في الدولار ما بين السعر الرسمي وما بين سعر السوق السوداء. جميل قوي كده، جميل قوي. طيب يا حبيبي، لما انت الاسعار اصلا في خلال الاربع شهور دول غليت من 100 ل 200%، ده الواقع. خلاص انت بتكسب بقالك كذا شهر، قلنا يا عم نفترض 100%، وده مش حقيقي، هو اقل من 100%. طب ما هو انت في خلال السنتين يا ابن النصحه انت وهو، لما الدولار غلي من 15 وصل يعتبر اهو 50 جنيه مثلا، الاسعار اتضاعفت 400% و500%. ده بجد. البضايه كانت بجنيه وربع من سنه ونص باين، دلوقتي البضايه ب 5 جنيه. طيب يعني غليت 4 اضعاف حوالي. طيب كل حاجه بالمنظر ده غليت حوالي من 400% ل 500% ل 600%. الاجهزه بقى حدث ولا حرج، يعني الثلاجات، الغسالات، بوتاجازات، التكييفات دي مثلا راحت في حته ما حدش يتخيلها. العربيات غليت في سنتين 4 اضعاف. جميل قوي. انت كسبت، نفترض ان انت كسبت 100% من فلوسك، الاسعار غلت 400%. طب انت كده مش فكره بقى ايه؟ طب انت خلاص في 10 مليون ولا ما اعرفش كام عايشين بره، تموتوا 100 مليون كاملين قاعدين جوه، هيوصلوا لمرحله ان هم مش هيلاقوا الاكل. ودي حقيقه، الناس ما بقتش لاقيه الاكل. ولو انت فاكر الكلمه اللي انا بسمعها دايما، بتقول انا اهلي اولى بالجنيه، او اهلي اولى بالدرهم، او اهلي اولى بالريال. ويا حبيبي انا قلت لك انت بتكسب 40%، والاسعار كل مره انت بتمنع الفلوس من الطرق الرسميه للتحويل، الاسعار بتغلى. في مصر التضخم بيغلى 100% و200%. انت كده بتهدد استقرار البلد. اختلافك مع انت، انا عارف كلام المغتربين حفظته صم، الدوله ما بتساعدناش، الدوله ما بتحبناش، الحكومه واقفه ضدنا، مش عارف. كل ده هري. انت خلاص دلوقتي بتبوظ، بتدمر البلد، بتدمر الاستقرار والامن بتاع البلد. السلم الاجتماعي بدأ يتهدد. انت بتضر دولتك مش بتضر حكومه. مين قالك انه في حاجه اسمها حكومه بتضر؟ اي حكومه في الدنيا في الاخر هم يعني موظفين وبيقبضوا مرتب، هيجوا هيمشوا هيروحوا هيجوا، حتى لهم معاش بعد كده، معاش حكومي، بيبقى معاش وزير او معاش محافظ، برضه بيفضل محتفظ بكل الايه، الامتيازات اللي بياخدها. فانت يا حبيبي بتضر المواطن اخوك المصري، بتدمر المواطن اخوك المصري. طب هو المواطن المصري اللي جوه اذاك في حاجه؟ المواطن المصري اللي جوه اذاك في حاجه او عمل لك حاجه عشان توصله للمرحله دي؟ انت بالطريقه دي عشان تبقى عارف اخره اللي انت بتعمله، واخره عدم وجود موارد دولاريه لان الدوله تسدد الديون اللي عليها وتجيب اكل وشرب للناس، هتفيدك انت شخصيا بايه؟ ولا حاجه. مفيش اعتمادات مستنديه،
المستوردين بتوع حتى الادويه مش لاقيين فلوس، ومستوردين الاكل مش لاقيين فلوس. علبه التونه كانت بتتباع ب 10 15 جنيه من سنه، علبه التونه المفتته ب 50 جنيه. يعني حاجه غليت زي ما قلت لك 500%. لما انت كسبت 100% يبقى انت كسبتش حاجه. طب لو انت بقى بعت فلوسك بالطرق الرسميه، خلاص انت حاسس ان انت خسرت، انت حاسس ان انت خسرت، لكن في تثبيت، عمليه تثبيت واستقرار في الاسواق هتحصل للمنتجات اللي هو اهم حاجه. هو انت الفلوس اتخلقت ليه؟ هو زمان كان في مقايضه، يعني بجيب سلعه قصاد سلعه. دلوقتي احنا في نظام اقتصادي عالمي جديد، ان الفلوس شويه ورق بيجيبوا سلع. طب لما انت يا حبيبي في الاخر مسكت شويه ورق طلعوا دولارات او طلعوا مصري، بيجيبوا قيمتهم ايه؟ انت قللت قيمتهم، وقللت قيمه الدولار في مصر على فكره. يعني انت فعليا حاسس انت كترت قيمتهم؟ لا يا حبيبي، انت قللت قيمتهم. الدولار كان بيجيب ايه في مصر؟ ماليش دعوه. كان يا عم نفترض احنا كاننا بنتعامل بالدولار، الدولار كان بيجيب ايه من سنه وبيجيب ايه دلوقتي؟ الدولار من سنتين كان بيجيب ايه وبيجيب ايه دلوقتي؟ فانا بقول لك انت حسابك دلوقتي بقى عند ربنا. يعني خلاص احنا بلاش في قصه دنيويه، انت بتهدم وطن، بتهدم وطن بافعالك. بيتي اولى ومش بيتي اولى، بلاش يا عم. الشقه اللي كانت من سنه بكام؟ من سنتين بكام؟ والشقه دلوقتي بكام؟ بس المشكله الاكبر يعني بغض النظر عن السكن والعربيات والحاجات دي تعتبر كماليات بالنسبه لناس كتير قوي قوي في مصر. الاكل والشرب وصلوا لمرحله الناس مش قادره تجيبهم. كيلو الجبنه الفيتا ب 80 جنيه اللي كان ب 7 8 جنيه من 5 6 7 سنين، يعني 1000% زياده في الاسعار. انت طبعا هناك مش حاسس، كل حاجه ب 2 درهم وب 5 درهم وب 10 درهم. هنا الوضع صعب. طب ايه هتقول لي ان اللي مش عاجبه اللي غيران مننا يعمل زينا؟ يا حبيبي كل الناس تسافر، كل الناس عندها مهارات انها تسافر، كل مواطن من حقه يعيش في بلده الام، ده طبيعي. لكن ما تجيش انت كراجل خرجت خلاص، استفدت استفاده انك خرجت اساسا، يعني ما تضرش ولاد بلدك وبلدك نفسها. طب انت لما انت هو انت اساسا لما بتسافر بتعمل ايه؟ يعني اول حاجه اي واحد مغترب من المغتربين اللي احنا عارفينهم بيعمل ايه؟ بيبني بيته وبيجيب عربيه لاسرته وبيعمل مش عارف ايه. طب يا حبيبي استقرارك الشخصي لمراتك اللي هنا وعيالك اللي انت فرحان باللي انت بتعمل لهم حاجات، هم نفسهم هيتاذوا اجتماعيا وامنيا بعد كده. مفيش حاجه اسمها ان الوضع ده بعيد عني او انا بيتي فيه البيت التاني ما فيهوش يبقى انا كده في الامان. لا يا حبيبي، لو بيتك فيه وبيتك البيت اللي جنبه ما فيهوش، انت شخصيا واسرتك هتتعرض لمشاكل ما تتخيلهاش، وفي خلال فتره قصيره جدا، مساله شهور قليله قوي. انا كده بقولت كل اللي عندي، صفيت ضميري. يعني لو حد عنده ريحه وذره عقل يسمع، يبطل بس فكره المصلحه، عشان احنا طول عمرنا شعب المصلحه. مش عايز تسمع زي ما قلت ما تسمعش، بس ما تلومش مش عايز حد من المغتربين يجي في لحظه بعد شهرين ثلاثه يقول مراتي طلعوا عليها، مراتي اتسرقت، ولادي اتحرقوا، بنتي اتخطفت. لو سمعت الكلام ده عايز اقول لك ان الناس اللي جوه مصر نفسها مش هتقف جنبك. ليه يا حبيبي؟ لان انت ضرتهم، وده الواقع اللي ان شاء الله ان شاء الله انت مقبل عليه وانت قاعد في ميه المخلل بره مش حاسس. انا زي ما قلت اللهم بلغت، انا كده عملت اللي عليا. والله انت مش مدرك ده، من كتر ما انت عايش في برج عاجي وعايش في رفاهيه مش حاسس بالوضع. انا عملت اللي عليا. شايف ان ده واحد مجنون بيتكلم، براحتك، بس ده الواقع. مش عايز تسمعه بجد بجد، انت اللي هتندم. انا كشخص ولا يا ربنا خدني حتى اتحرقت ولا هتفرق، انا راجل بايع الدنيا مش فارق. انت بقى عشان الشعب المصري بيعبد البيت وبيعبد الاسره وكده، براحتك، اسرتك هتتضرر. يعني اكيد مش انا اضرها بشكل شخصي، انا ما اعرفش انت مين، انا بتكلم بشكل عام يعني. بس بجد احنا داخلين عيان، استقرارك واستقرار اسرتك الشخصي هو اللي هيتاثر. يعني دلوقتي بقيت بتكلم من منطق المصلحه الشخصيه، كل اللي فات ده مصالح ناس اخرين في المجتمع هو اللي هم اللي بيتاثروا. دلوقتي بقت مصلحتك الشخصيه والاسريه هي اللي هتتاثر. اللهم بلغت اللهم فاشهد. شكرا جزيلا.